شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن في نهايات هذا الشهر المبارك يمكن أن نقف وقفة مع وداع رمضان. لا شك أن صحبة رمضان هي أجمل صحبة، ورفقة رمضان هي أجمل رفقة. ونحن إذ نودع رمضان زمانا وميقاتا، ولكننا نبقى معه روحا وريحانا، نبقى معه صحبة مستمرة، نبقى معه على العهد والوفاء، نبقى معه على الميثاق الذي أخذه الله علينا لعلكم تتقون. نبقى مع رمضان بروحه، نبقى مع رمضان بحيويته، نبقى مع رمضان بكل المعاني التي ستكون إن شاء الله تستمر معنا. فنحن لا نقول وداعا رمضان، ولكن نقول لرمضان ونحن إذ نفارق أيامه نقول نحن معك على العهد بأن نكون لله أتقياء، وأن تكون قلوبنا وأن تكون القلوب نحن فيها من أهل النقاء، وأن نكون في صحبة المعاني التي اختزنها هذا الشهر المبارك، معاني التقوى ومعاني الصدق ومعاني الإخلاص ومعاني التجرد ومعاني الدعاء ومعاني التضرع. هذه المعاني التي نسميها معاني التعبد، أيضا معاني الإحسان إلى الخلق، معاني الصلة ومعاني التراحم ومعاني التوادد ومعاني الإخاء. نحن إذ نودع رمضان لا نعطيه ظهرنا أبدا، ولكننا وجهنا تلقاء رمضان ونحن ذاهبون إلى الله سبحانه وتعالى. إنما عهدنا مع رمضان حتى يتقبلنا الله سبحانه وتعالى عنده، فلا نقول أبدا يا رمضان نحن رمضانيون كما هو حال البعض. بعض الناس يدخلون إلى رمضان يصومون ويصلون ويقومون مع الناس، فإذا انتهى رمضان ودعوه وداعا سيئا، فهؤلاء يسمون بالرمضانيين. ولكن نحن نقول بأن رمضان لا بد أن يكون شهر له علاقة بالربانية، له علاقة بالرحمة، له علاقة بالتقوى. نحن إذ نودع رمضان أيها الإخوة الكرام نودعه بعهد وميثاق، بأننا نكون على العهد كما قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه بعضهم قال لزم السنة، وبعضهم قال بأنها حالة المداومة والاستمرار. بعض الناس يتوب ويؤمن ويعمل صالح ولكنه لا يهتدي. وما معنى الهدايات؟ الهدايات هو أن تكون مستمرا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا نحن في رمضان إذ نودع رمضان لا بد أن يكون في هذا الشهر المبارك شهر فيه إن شاء الله قد استفدنا معاني عظيمة. فنحن ربانيون ونحن رحمانيون، لسنا برمضانيين. الجماعة التي ترتبط برمضان فقط كميقات مؤقت ثم تودعه بعد ذلك وداعا سيئا، هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم وأن يحسن إليهم وأن يهديهم سبيل الرشاد، وأن يكونوا ممن داوم وواظب واهتدى إلى رمضان. ولكن هي عملية الوداع تكون بالوداع الحسن، ولا نودع رمضان وداعا سيئا، لأن الوداع السيء لا يليق بأهل المقامات السامية، ولا يليق بأهل الإحسان، ولا يليق بأهل التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فأنت في رمضان لم تكن تتعامل مع الخلق، ولكنك كنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله ستكون تكملة لهذه الفكرة، فكرة الوداع، في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل